طب مواصفات فتى احلامك ايه؟ مواصفات فتى احلامي ما تقوليش احمد عز بقى. بما اني طويله اهم حاجه لازم يكون طويل. ما هو اكيد طبعا مش دي هنجيب لك اهم واحد. حاجه. لا دلوقتي نادر قوي لما تلاقي ناس طويله. لا حضرتك بتغلطي كده في الرجاله. لا مش لا 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 كام انت سنتي؟ انت بتكلم ملك الجمال، فملك الجمال طويله لا اوريدي. ده كام سنتي؟ كام سنتي؟ 180. 180 هتلاقي كتير. شفت بقى انا الشناوي 180. محمد الشناوي 185 طيب و195. ماشي اوكي. زيزو يعني هتلاقي كتير جدا. هلاقي ناس كتير هتلاقي ناس اوكي. طويله. يعني صعبة قوي، بس انا اصلا من الناس بلبس هيلز، يعني شايف زي ما انت شايفني طويلة وبحب البس هيلز، محبش ابقى قصيرة ابدا. والله طب احنا ما انت هنفصل لك بعد عايزين نشوفك في شوية الموضوع ده، صح؟ يعني انت عاوزه 2 متر كده. ليه؟ انا عندي اخويا بقف جنب منه حتى وانا لابسه الهيلز ببقى نفس الطول او ما هي اقل نفس كمان. الجينات، ما احنا مش هنجيب من بره. للاسف احنا هنا بقى هنخرج نجيب من بره عادي. نحاول ندور نلاقي حاجة اطول شوية. طب يعني انت كده مواصفات فتى احلامك يكون 190 مثلا عنده 50 مليون ومصري ومصري، ولو في دبي برضو شغال يا جماعه. تمام مش هنقول لا. اهم حاجة بقى ان هو يكون متفهم طبيعة شغلي كمان ده لازم، دي حاجة أساسية، لازم يفهم الشغل بتاعي ماشي ازاي. هو كانوا زمان مطلعين اشاعه مش عارف صح ولا غلط ان المضيفه لو اتجوزت تسيب شغلها. لا مفيش الكلام ده. والله لا خالص، المضيفة بتشتغل عادي زي ما هي فترة الحمل بس هي اللي ما ينفعش تطير فيها، وبعد كده بترجع تجدد لايسنس الطيران بتاعتها تاني وتطير. لكن بتشتغل عادي في بس ناس انت كتير. بتعشقي الموضوع المضيفه ده، انا طيران حاسس فيه حب كده. طيران جدا مش فك... متخيلة انا ببقى مبسوطة ازاي وانا مسافرة. فكرتي تروحي البحر؟ فكرت اروح البحر؟ ايه علاقة البحر بالموضوع؟ يعني تشتغلي ابقى في قبطان في البحر؟ مثلا يخت مثلا بحر كده. لا هو طيران. وبعدين بتفصل في وقت كده بيجي عليك لما بتيجي تسافر، بتفصل ال 16 ساعة اللي انت مسافرهم، انت ما تعرفش حاجة عن العالم اللي حواليك، تليفونك مقفول مش عارف اي حاجة. يعني انا بصحى باخد في اللبس حوالي 3 ساعات. يعني انا لو طيارتي مثلا تيك اوف 8 الصبح المفروض اكون عاملة ساين ان في المطار الساعة 6 الصبح. 6 دي يعني انا بصحى من الساعة 2 بالليل، ابتدي البس شعري فول ميك اب، تروح تجهز، بنخش الاول بريفنج روم، بنقعد نجهز للرحله، نتسال اسئله، نبقى عارفين كل حاجه، نبتدي نطلع نجهز الطياره، الركاب تيجي، فبتاخد وقت كبير جدا. فمتخيل ان انا من 2 بالليل تيك اوف 8 الصبح لسه هسافر 16 ساعه مثلا عشان اروح امريكا. بس والله شاطره، يعني هي تجربه لطيفه بصراحه انا حباها. ما بين ملكه جمال، وبعد كده كنت مضيفه الاول، وبعد كده قدرتي تطوري من نفسك وتروحي شركه على المستوى العربي مهمه جدا، وبعدين رحتي دول كتير. رحتي سافرتي كام دوله؟ كتير قوي. يعني لو دخلت على الانستجرام بتاعي كده كل ده بلد انا حاطه الفلاج بتاعها. بس دي زحمه قوي. زحمه قوي يعني. بصراحه اعمل ازمه صح؟ انا مش عارف يعني احسبهم واحطهم على طول كام مش كده. كانتري. طب ما يعني خلي بالك، ما في ناس كتيره سافرت دول كتير، بس مش كل ما اسافر دوله احطها بقى. لا انا كل دوله لا اسافرها كتير احطها. كتير، حاولي تشيلي الحاجات دي عشان كتير قوي. احنا ممكن يعني نختصر الحاجات دي. انا حاسس ان هم كتير قوي، انا فعلا بشوف. قولي لي النهارده الفانز بتوعك عملوا ايه؟ لا انا كنت في مكان في تجمع بفطر مع صحابي، وبعدين لقيت الويتر جاي بيقول لي استاذه هدير، فقلت له انا. بحبك قوي. فراح بيقول لي مش حضرتك مضيفه في طيران اميريتس؟ قلت له ايوه انا. راح قال لي انا متابعك على فكره. قلت له متابعني منين؟ قال لي من على الانستجرام، بلف العالم معاكي بشوف كل حاجه. قلت له والله ثانك يو. قال لي لا انا عارفك وبتظهري لي على الانستجرام وعامل لك فولو. فكان بالنسبه لي اللي هو طب يعني انت عرفتني من الصور في الحقيقه برضو؟ قال لي انا عرفتك وعارف كل حاجه فمتابع. لا نجوميه يعني. انا حاجه كده بدات اقلق. على قدنا كده شويه النجوم الفني كده بداوا شويه.